هاي جايز، الفيديو ديال اليوم غادي نعيش نهار كامل كفتاة مثالية من الصباح حتى الليل، وغادي نوريك كيفاش كتعيش، كيفاش كتوازن بين وقتها، الدراسه ديالها، العباده ديالها وحتى راحتها. المهم ولكن قبل ما يبدا الفيديو وتشوفوا الروتين، غادي نحاول الا تفكرت نحط لكم هنايا تعريف بسيط على فتاة مثاليه، حيت كاينين الناس اللي فاهمينها بطريقه غلط. فيا حاجه درتها كما شفتوا هي غسلت وجهي، غسلت سناني، فطرت. اليوم الحد دابا الصباح، اليوم اول نهار ليا في الجمعيه. من كنمشي لواحد الجمعيه ديال القران، كنمشيو لها كل حد في الصباح من 9 ل1، كنحفظوا فيها، كنديروا فيها دروس. فغادي دابا غادي نلبس وكلشي باش نمشي لها. يلا معايا جايز. اول حاجه غادي نديرها واول مره غادي نوري لكم الروينه كتكون عندي في البيت. المهم ماشي مشكل، عادي. المهم دابا غادي نجمع. اول حاجه هي غنديرها هي غادي نجمع البيت. فيا جايز جمعت دابا البيت، شوفوا. المهم البيرو هذا كنعكز عليه، ما كنلقاش ليه الوقت باش انني نقادو ونرجع داكشي لنا ولا في هذا الديكور. معي كنحط الكتوبه تما حتى نشوف شي سميتو. المهم هنا صافي جمعتو كلشي، ويا هنا علقت لهم بلوا. اوكي جايز، هادو هما. دابا غادي ندير سبور، المهم غير شويه، غير واحد 10 دقائق 20 دقيقه. نحط الحوايج غادي نلبس، نحط غادي نلعب شويه حتى الحبيله. فيا هنا حتى فوطه حيت غادي ندخل ندوش نورمال سالس يا. المهم دابا دوشت و دابا غادي نلبسو كلشي. المهم من مورا غادي نشارك معكم اي حاجه صافي يا. اوكي جايز، هذه هي الاوتفيت، حاولت نبين ليها لكم. اوكي جايز، دابا رجعت من الجمعيه، صراحه عيانه. المهم مستمره في التحدي. دابا غادي نتغدى، باغي خصنا نتغدى بصراحه بشي حاجه صحيه، ما عرفتش. المهم غادي نشوف وصافي. جايز دابا شي 3 ديال العشيه، يعني مور الغدا، فقررت نحيد العكس معكم ونشارك معكم في نفس الفيديو، نرتب المكتب ديالي قدر الامكان. المهم نحاول نرتبو. ويا دابا يلاه معايا جايز. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نخوي البيرو، غادي نخويه. موراها غادي نبدا في الديكور. صراحه ما دايرش شي ديكور في بالي، وما كنتش عواله اليوم اللي غنقادو، وكنت عواله غنديرو فيديو اخر، ولكن عارفه الا بديت كنأجل غادي نأجل حتى ندوز العام كامل. فما دايره حتى شي ديكور فراسي، ما جايبه معايا حتى حاجه، ما والو، حداد الشبكه اللي كاينه صافي. فغادي نشوف شنو ندير.
اوكي جايز دابا خويت البيرو، ما خويتوش من التحت، المهم من التحت اصلا رتبتو غير قبيله فاش جمعت البيت حيت كان ملون، رتبتو غير قبيله. دابا هنايا غادي غنمسح هنايا البيرو. اوكي جايز دابا مسحت هنايا البيرو، شفتي كيبان. اوكي اول حاجه هي السبوره. خصنا نجيبو السبوره، خصني نعلقها. كاين عندي هاد ولكن ما عرفتش واش كاينه الثانيه ولا لا، ما عرفتش فين حطيتها بالضبط، ما عرفتش تجبت لي دابا. هاي حيت ما كتبانش شي هادو باش نعلقهم. كاين عندي غير وحده، ما عرفتش واش كاينه وحده اخرى ولا لا، ولكن المهم الا لقيت جوج غادي نعلق السبوره هنايا. هذه السبوره صراحه هادشي ما عرفتش شنو هو، كاين ما كيمشيش، المهم دا هو اللي عارفين. المهم غادي حتى انايا في المكان ديالها المعتاد حيت ما كاينش شي بلاصه اخرى. اوكي جايز هذه هي فاش رتبت الكتوبه. شوفوا المهم الشكل ماشي شي حاجه، ولكن المهم هو التنظيم، هو حاجه غير تكون مرتبه. دابا حطيت الدفاتر وهنا حطيت الكتوبه، هنا حطيت عندي دفتر واحد الكبير صافي، فغادي نحطهم هنايا بحال ما هكا. المهم هو يجمعوا ليا على هنايا. اوكي وهنايا غادي نحطوا هاد الكتوبه بحال ما هكا. المهم ما عرفتش علاش. المهم هنايا كان عندي هنايا هادو ديما كتشوفوهم باش كنقاد، ولكن كتشوفوا غير الكتاب الاولاني واللي هو العادات السبع للناس الاكثر فعاليه اللي خاصني نقراه. هذا ربحته، هذا ربحته ديال الغرامير. صراحه ما عمرني ما حليت حتى نكتشف، اما هذا راه قريت فيه شي صفحات، وهذا ديال المبسط في علم التجويد، هذا ديال التجويد. غادي نحط بحال هكا هكا، هذا هو اصغر واحد. هكا غادي نحطو الشكل كشكل. من هاد الكتب ما عرفتش حسيت بحال خاصني نبدل واحد فيهم. هذا ديما كتشوفوا بالخصوص انايا كما كتعرفوا ما كنبينش وجهي، فاغلبيه فاش كنحط هكا التليفون كيبقى يبان غير بحال هكا، فكنظن خاصني نبدل هذا الكتاب بشي حاجه ولا ندير هذا في الفوق. ولكن هذا الشكل ديالو ماشي شي حاجه، هذا اللي في البيض وكحل جاي زوين اكثر. سميتو سدوش على هاد الثنيات. في الاخير قررت نخلي هادو. كاين واحد ديال علم النفس ولا ما عرفتش شنو سميتو نسيت، ولكن صراحه هذا اكثر واحد زوين الشكل ديالو اصلا، انا كنصور بحال هكا، فهذا هو اكثر واحد كيجذب الشكل ديالو صراحه حتى كديكور. شوف ديجا خلاص راكم كتشوفوا ديما. وهنايا هادو كيعجبوني كشكل. هادو دابا غلافات ديال الغرارف ديال الطين، فبما انهم كيستخدموا مش واخدين شويه الشكل كيعجب حطيتهم بحال ما هكا هنايا. ما عرفتش كيعجبني الشكل ديالهم. وكاين هادي ديال الخشب نيت حتى بحال هكا. المهم هادي ممكن نحيدها، لا بغيت نقطع عادي. كاين الوجه ديالو ما كاينش دابا هنايا عادي، ما يوقفش، وقف ضد مني. وهنا كاين هاد القرانات، هذا ربحتو، هذا قران، المهم هذا ربحتو، فغادي نحطهم هنايا. حسيت بحال الا هاد الشبكه واخده سميتو حيتاش دايره ليها بحال ما هكا، عجبتني هكا اكثر، كتعطي الشكل على ما اظن احسن من بحال ما هكا. خصني نشوف شنو ندير، كاين باقي شويه. حيتاش هنايا انا مولفه كنحط فيه قرعه الماء، الا وديت هكا مثلا جاني عطش بالليل ولا شي حاجه ما عرفتش، خصني نشوف. في الاخير قررت نحيد هذاك القران اللي كبير
وقررت نحط هذا بحال ما هكا، ونحط هنايا هاد القراية ديال الماء. هذا صح يعني. وغادي نحط شمع. هنايا خصني ناخد فلتر اخر للدار، والخا صراحه مكاينلاش، حيت هاد الفلتر كندير مع المدرسه نيت نمسحها، اللي ما دارش الشرك غادي نمسح بهادي. كنضحك معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيرو. شوفوني حديت كيف قلت لكم هاد الكتب هنايا اللي حسيت بيه شويه مزاحم، ولكن المهم هنايا القران، هنايا ديك المقرعه مع هذيك، هنايا السبوره، هنايا اللابوب المقطع، هنايا الكتوبه، هنايا هادو ديال القرايه هادوك شوفوا. هنايا الحيط اللي اقترحوا عليا شنو غادي ندير فيه، حيت الصراحه هذا ما ديكور ما والو، حتى الوراق ما معلقينش مزيان. هنايا حاطه لومبلوا، هنايا حاطه هذا الرسومات مهم. اما هنايا كما قلت لكم راه رتبتو اصلا. هنايا ما كنديروش ديال القرايه، فانا كنحط في داكشي ديالي وصافي. جايز بغيت نقول لكم غير بلي انا فرحانه بهذا التحدي، وكان اي واحد كنتمنى اي وحده ديرو تحدي واعر. تصوروا هادي بدينا القرايه شي 15 يوم بحال هكاك، ما قديتش نكتب، قديتو باش نكون فتاه مثاليه ما كتهملش الواجب ديالها. صراحه ما ندمتش على التحدي. اوكي جايز دابا غادي نصلي، المهم دابا غادي نصلي وصافي. نصلي من مورا نشوف شنو غادي ندير. اوكي جايز دابا كيما شفتوا صليت وبقيت جالسه شي شويه هزت التليفون. من حقي حتى انا نرتاح، ومن حق اي وحده ترتاح. واللي قال لكم بلي ما نهزوش التليفون، فاتت مثالي ما كتهزش التليفون، كذب عليكم. المهم ما علينا، دابا عطوني رايكم واش كلامي بصح ولا لا. مهم ودابا دابا شي 7 وشي حاجه، 7 و3 دقائق. صراحه ما عرفتش شنو غادي ندير، كنفكر غادي نمشي لقات شي ديسير، شي حاجه بحال هكا ناكله بحال كسكروط. اوكي موراها غادي نشوف شنو غادي ندير. غير خصني بغيت كما كتعرفوا اليوم الحد، فبغيت ندير الحوايج يتسبنوا واخا الجو ما بانش ليا فيه. و وصلت 8 غادي ندير الروتين ديالي المعتاد حتى في الايامات العاديه. الروتين ديالنا في الروتين ديالي حتى في الايامات العاديين من 8 ل 9، اولا ممكن نزيد شويه الوقت. مهم كنراجع فيه. هذا هو الوقت صافي اللي قررت نديرو العام كامل. لا قدرت طبعا ممكن نبدلو شي نهار، ممكن. مهم من 8 ل 9 فاش كنهز مكتوبه هيا. يعني ما كنجهدش على راسي، من غير زعما في ايامات الامتحانات وهذا كنت ممكن نجهد شويه على راسي ولا. اما كايام عاديه دابا وبالخصوص يلا بدات القرايه وهذا ما غاديش نزير على راسي اكثر من القياس. فمن 8 ل 9 كتكفيني لكلشي، كتكفيني نقاد التمارين، كتكفيني نراجع، كتكفيني لكلشي. عيادات قبلي يا دابا ما قلت لكم بلي نمشي ندير شي ديسير شي حاجه بحال هكا. اوكي جايز هنايا قاديت هاد الديسير كتشوفوا، درت فوق من شويه السكر وصافي. دابا 7:49 غادي ناكل هادشي ونتفرج شي شويه، ومن مورا غادي نبدا المراجعه. اوكي جايز دابا 8 غادي نبدا المراجعه. وغنشارك معكم شويه كيفاش كندير المراجعه ديالي صراحه عادي. المهم
غنشارك معكم شويه باش، وفي نفس الوقت انا كيعجبني نتفرج في الفيديوهات ديال البنات مثلا كيراجعوا ولا شي حاجه كيديروا فيا الحماس، ف باش نتوما تنوضوا مورايا تراجعوا. اول حاجه بعدا بدينا نهز الشكاره باش نديو على داك الفرش اللي مخربق، غتغسلي لها. المهم نايله تروس شنو كندير. المهم نهار السبت صراحه كنت عيانه، السبت كان عامر عندي، فما رجعتش داكشي اللي درنا نهار السبت، قلت عادي والحد، فغنرجع داكشي اللي درنا السبت. وغادي ندير التمارين، وغادي ندير اعداد قبلي داكشي ديال نهار الاثنين. المهم نوريكم ربما علاش نضبب. المهم السبت كنا درنا، ما جاش لنا بعدا شكون ما جاش لينا الساعه الجمعيه، ما جاش لنا الماط الجمعه. المهم نهار السبت درنا فرونسي وعطا لينا التمارين، فغيخصني ندير فرونسي وندير تمارينو. فيزيك على ما اظن عطا لينا التمارين. لونجلي ما عطاهمش لينا، الجمعيات عطا لينا واحد التمرين، فغادي نقاد التمارين ديال هنايا. من مورا غادي نمشيو ندير اعداد قبلي ديال العربيه والماط والجمعيات. غادي كما قلت لكم اصلا قلت لي داك التمرين وغنراجع داكشي صافي تربيه بعدين، فداكشي غنديرو دابا. اوكي جايز، مع انه كنحتاج التليفون في الصراحه في المراجعه وهذا، ولكن غنحاول نشارك معكم ما قدر الامكان، وداكشي اللي ما نحتاج فيه التليفون نصورو معكم. المهم هنايا بالنسبه للفرونسي هي باش غنبدا عندي نكتب هاد النص، ما عرفتش صح اش كيعطونا نكتبوا نص وهاد النص، وخصني نقرا هذا مزيان ديال هاد النص ونقاد ليه هاد التمارين وصافي. يعني هذا من الاعداد القبلي، هادو هاد النص كتمارين كمراجعه، وخا صراحه ما كاينش مراجعه في النص، فصافي هادشي اللي غندير. لا دابا غادي نجيب الدفتر، صراحه ما عرفتش شنو هو الدفتر ديالي. هذا الدفتر ديالي كيعطي لنا بزاف نكتبو غير النصوص صافي. اعداد قبلي انا كندير هادشي كامل النصوص. أنا أبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الهباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول، نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الهباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف
سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو عن اوكي جايز دابا 9:02 يلا ساليت الفرونسي يعني ساعه ما كفاتنيش وغادي نكمل. كما كتشوفوا كتبت هادشي بالقلم هذا قبلي وكتبت هذا. دابا ننتقل لاش من ماده. الفيزيك صراحه نخليها حيت الصراحه دابا ما عنديش لا سميتو غندير الاجتماعيات حيت عندي غدا. اما الفيزيك راه حتى السبت الاخر فماشي مشكل الا اجلنا شويه حيت دابا من غير لا بقى ليا الوقت هذا حيت دابا عييت ضراتني يديا بالكسبه. اوكي جايز دابا كتبت الاجتماعيات كتشوفوا ساليتها. دابا شي 9:15 بحال هكاك ولا غادي ندير الاعداد القبلي. دابا وصلت الاعداد القبلي العربيه والمات غادي نديرهم صراحه ما غاديش نشاركهم معكم حيت كنحتاج فيهم بزاف التليفون فغادي ندير الاعداد القبلي ومن مورا غادي نرجع لكم. اوكي جايز كما كتشوفوا قديت هاد الصفحه وهاد الصفحه كاعداد قبلي باش نشارك غدا وصافي. دابا غادي ندوز للمات. اوكي جايز دابا ساليت التمارين ساليت كلشي دابا شي 10 وشي حاجه بحال هكاك. المهم ما تقولش لي الفتاه المثاليه كانت 8 وهذا 8 مازال ما ود العشاء يعني ما صلات ما درت حتى حاجه. دابا صراحه كنفكر واش نعس واش لا. الا نعست المهم اليوم عيد ميلادي وبغيت زعما نجلس حتى 12 وهذا حنا ما كنحتفلوش بعيد ميلاد ولكن غير بغيت نجلس حتى 12 زعما كعيد ميلاد. المهم وما عرفتش واش نجلس ولا حيت غدا قاريه مع تسعود فما عرفتش. انا غادي يكون سالا على فيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وعطوني افكار الفيديوهات الجايه وعطوني اسئله نجاوب عليهم الا كانوا كثار نجاوب عليهم في الفيديو الجاي. باي باي لافيو. قبل ما يسالي الفيديو يلاه تفكرت بغي نشكركم كلكم واحد على التعاليق ديالكم الزوينه اللي حطيتوا لي في اخر فيديو صراحه فرحتوني. و الا ما نسيتش غادي نحط التعاليق ديالكم هنايا وصافي.